أكبر السفهاء اللي حكموا مصر في تاريخها الحديث خمروية بن طولون. في مايو سنة 884 ميلاديا ورث الأمير خمروية بن طولون الحكم من والده أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، وكان الأمير خمروي وقتها عمره 20 سنة، وكانت مصر في الوقت ده خارجة من الخلافة العباسية، وكانت متجهة ناحية التنمية والبناء اللي بدأهم أحمد بن طولون علشان يخلي مصر دولة مستقلة بذاتها. لكن ابن خمروي بعد ما ورث الحكم من والده بدل ما يمشي على خطى التنمية والتطوير خلى مصر دولة مفلسة في ظل 12 سنة اللي هي مدة حكمه. ده مش بس كده، ده كانت معظم تصرفاته غير محسوبة. أول ما تولى خمرويه الحكم جمع أمهر البنائين في مصر وفي العالم وطلب منهم إنهم يهدموا قصر أحمد بن طولون اللي كانت قبلته منارة انطلاق الدولة الطولونية، وأمرهم إنهم يبنوا له قصر مكانه ما شافتش زيه البلاد قبل كده. وفعلا تم بناء القصر اللي كانت حوائطه مطلية بالذهب واللازورت، وكان دخل القصر بحيرة كبيرة، وكمان جوه البحيرة دي موجود بركة خاصة المية اللي فيها كانت مخلوطة بماء الورد والزئبق، وكان في وسط البركة دي أكتر من نافورة مصنوعة من الذهب الخالص ومواسير فضة لتوزيع المياه في البحيرة، وكان موجود في كل ركن أكتر من طاووس بألوانه البديعة واقفين في شموخ. ومن أقوال المؤرخ المسعودي إن كان حوالين القصر موجود قطعة أرض قرر خمروي إنه يعملها بستان مساحته كبيرة جدا وحديقة تحبس أنفاس اللي يشوفها من جمالها. في البداية كان الزرع اللي موجود في الحديقة دي كان شجر ونخل من أجود وأندر أشجار الفاكهة، وما اكتفاش بالنوعيات اللي موجودة في مصر فبعت يستورد أشجار من بلاد فارس وإيطاليا. ومن كتر سفهه واستهتاره بالمصريين عين حوالي 1000 بستاني كانت شغلتهم بس هي تجميل الحديقة. ده حتى المقصات اللي كانت مستخدمة في الحديقة كانت مصنوعة من الفضة. كل ده كان بيعمله من غير ما يكون في قدامه أي إصلاحات اقتصادية في البلد، لحد ما الناس بقت مش لاقية تاكل والموارد بدأت تقل جدا من البلد زي القمح والشعير، لأن التجار اللي كانوا بيجيبوا المحاصيل دي خصصوا قوافلهم لمتطلبات الأمير. وبدأ الغضب يزيد بين الشعب المصري، وعلشان الأمير يمتص غضب الشعب كان بياخد غلمان وحاشيته ويلف بيهم في شوارع مصر يوزع على الناس دنانير ذهبية، وكان معاه طاقم كبير كل ما بيعدي جنبيهم مجموعة من الناس كانوا بيهتفوا ويقولوا يحيى الملك عاش الملك. وطبيعة الشعب المصري انه بيحب الهيصة، فكان الجهلة منهم بيهتفوا معاهم وهم فرحانين وبيهللوا بسبب الدنانير اللي بيهدفها لهم. وعلشان يضمن ولاء الجيش والشرطة والناس اللي فاهمة الخراب اللي بيعمله بدأ يوزع على قادة جيشه الذهب والفضة ويصنع للكل ولائم عملاقة، ده طبعا غير المكافآت والترقيات. وكل ده لا يذكر جنب اللي عمله في زفاف بنته الأميرة قطر الندى. وبنته قطر الندى كانت شديدة الجمال والنعومة وكان عمرها 14 سنة، وعرض على الخليفة العباسي أحمد المعتض بالله إنه يزوجها لابنه، فالخليفة رفض وقال إن ابنه لسه صغير ومش هيعرف يقدر الجواهر، لكن الخليفة طبعا هيقدرها وطلب إيد قطر الندى لنفسه. وطبعا خمروي كان عنده استعداد يعمل أي حاجة علشان يكتسب شرعية في حكمه فوافق. الجواز ده معروف بإنه جواز سياسي لأن الخليفة العباسي ماشي في 50 سنة وقطر الندى عندها 14 سنة، وكان خمروي عايز يثبت إن الجواز ده مش جواز مصلحة علشان يكسب الخليفة في صفه، فقرر إنه يعمل فرح هو الأكبر والأطول والأشهر في التاريخ، واللي قال عنه المقريزي لم يدع خمروي حجرا كريما أو قطعة من الذهب في مصر بسببه. كان جهازها وحليها حمولة 20 جمل محملين بالذهب والزمرد، وحتى لبسها كان عامل لها حوالي 100 سروال داخلي منسوج بخيوط من الذهب والفضة. وبسبب الزفاف ده مصر أفلست حرفيا. ودي قصة الملك الملقب في كتب التاريخ بالسفيه الأرعن، واللي قصته ممكن نختصرها في إن أفعالك وتصرفاتك هي اللي هتتكلم عنك حتى لو مر 1000 سنة. ولو لسه بتتفرج على الفيديو لحد هنا ما تنساش اللايك والشير علشان نفضل نجيب الكلام اللي بين السطور.